شوف انا هقول لك ان في شخصيه معينه، انا طبعا عارف ان ناس كتير هتبقى معترضه على ان انا اقولها. في شخصيه معينه كان نفسي في ان هي تشوف النور، وكان نفسي ان انا العبها، كانت شخصيه سيدنا الحسين. اه في مسرحيه عظيمه لعبد الرحمن الشرقاوي اللي هو امم الحسين ثائرا وشهيدا. المسرحيه دي جميله جدا جدا، والشخصيه نفسها شخصيه، يعني انا بحب سيدنا الحسين جدا. امم وازمه كربلاء دي ازمه موجعه في تاريخ البشريه، مش في تاريخنا بس. بس انا عارف الاشكاليات اللي قصاد دوت، وعارف ان انت لو قلت ان انت عايز تعمل دور سيدنا الحسين ده، انت صعب مين يا صعب ابن صعب الودس حلو. صعب جدا. ايوه طبعا. اضافه ان اه الشخصيه كمان محبوبه في كل المستويات، فهيبقى السنه طبعا. بيحبوها جدا، مم. والشيعة بيحبوها وجدل جدا، بقى فالناس كلها فانا كتير عارف للاسف كتير كتير. الصعوبات الشديده اللي حوالين ده. يعني الحسين سائرا اتمنى. اتمنعت. مش اتمنعت. مش اتمنعت، امم كان فعليا يعني استاذ نور الشريف كان نفسه يعملها، اه وفي بروفات اتعملت وبتاع وما كملتش برضه في الاخر. طيب، من اين ادخل في القصيده يا ترى؟ كلمنا اكتر عن حبك للشعر، برضو ده جانب يمكن الناس ما تعرفوش. والله انا الشعر ده لان الوالد رحمه الله امم كان بيكتب الشعر. كان بيكتب شعر. فهو احنا هو كان شخصيه كاريزميه جدا. امم فاحنا كنا طول الوقت عايزين يعني نحسسه بان هو ما كانش بيجبر اي حد على اي حاجه، بس احنا عايزين نحسسه ان احنا المنطقه اللي انت بتقول فيها عندنا ديت عندنا. عندنا منها دي. الله يرحمه. الله يرحمه. وكان بيتحمل مننا كتير صراحه. يعني فمن ابتدائي امم وانا عندي المحاوله بتاعت ان انا احاول اكتب قصيده ديت، مع اني مش فاهم اي حاجه فيها. عاميه ولا عربيه ولا بتكتب الاثنين؟ انا بكتب دلوقتي الاثنين، بس انا اه ساعتها كنت بكتب بالفصحى. كمان اقوى ده. بس اقوى ايه؟ امم انا هقول لك على حاجه انا فاكرها من قول ابتدائي، لي يا ريت. بس انا يعني الناس تسامحنا طبعا، يعني اللي هيسمع. وقف الرجل بين الزهور يتامل الورد المنثور، ليعرف معنى العبور الى عالم القبور، من اول الاناث الى اخر الذكور. ايه رايك؟ طب وماله يعني؟ ده كده كام سنه بقى؟ ده كان كام سنه كده؟ كنت ساعتها في رابعه ابتدائي. طب ده حاجه احنا يعني في حد في رابعه ابتدائي بيعمل ده دلوقتي؟ مش طيب ما ما انصحوش. ليه؟ لا بالعكس مين والله. مين هي رابعه مدخل. ابتدائي ولا هي ثالثه مدخل ابتدائي؟ القافيه تمام، الكلام تمام، واللغه العربيه فصحى صعبه جدا اي أكيد. حاجه. طب فكده ادينا بقى، احنا خدنا الماضي اللي هو انت مش بتقييمك ان هو مش احسن حاجه. آه. عايزين حاجه انت شايفها حلوه. هي فجوة في الروح لا تثقل على القلب التئد، هي فجوة في الروح فانزع عنك حرملة الكبد، هي فجوة في الروح. يا هند عشت كما يشاء الموت، مت كما يشاء العيش، كم مرة لا تبصرين تلطخي بالدم بين يديك، كم مرة تستعذبين الصمت تنسينه في القلب منغرسا، وفي طبق الطعام في التلفاز فوق حائطنا القديم، كم مرة تنسين كفي في حقيبتك المطرزة الأنيقة، كم مرة تستمرئين الانتظار، تلومني تجيئني في الحلم تلعقني وترشف رشفة مني وتتركني وتمضي، كم جثة تحيا معي، كم قبلة سأطبعها على جبين الموت، هل ترى عيناك عيني أمني لست من جاء إليك، من معك، لا شيء يبقى دون أن يبهت، وانعكاسي في المرايا قد رأى ما لم أره. كئيبة شوية. لا 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 لا, لا. دي قويه 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 يا دكتور، والله العظيم كئيبة شوية. حقيقي قويه قويه وصعبه. صعبه قوي.